عارف الشعور لما تبقى داخل محل تتفرج على حاجة وفجأة تلاقي البياع بيتعامل معاك على إنك خلاص داخل تشتري، تبقى مستنيه يخلص كلام علشان تاخد بعضك وتمشي، مع إنه لو كان سابك بحريتك كان احتمال كبير تشتري. المشكلة هنا إن البياع معرفش يحدد أنت في أنهي مرحلة من مراحل الشراء، وعلشان كده خسرك كعميل محتمل. ومن أهم أدوارك كموظف مبيعات إنك تحدد عميلك في أنهي مرحلة من مراحل الشراء وتتعامل معاه على هذا الأساس. تعالى بقى ألخص لك رحلة الشراء بتاعة العميل في 3 نقط بس. أول مرحلة مرحلة الأويرنس أو الوعي. هنا العميل لسه بيتعرف على المشكلة اللي هو بيواجهها، وكمان بيحاول يعرف إيه هي الحلول المتاحة. وهنا دورك إنك تفهم المشكلة اللي بيعاني منها العميل وتساعده في فهمها، وكمان تعرفه الحلول المتاحة. المرحلة التانية هي الكونسيدريشن أو مرحلة التفكير. هنا العميل خلاص عرف إن هو عنده مشكلة، ولكن هنا بدأ يقارن بين الحلول المتاحة اللي هي منتجك والمنتجات المنافسة التانية. وهنا انت دورك انك تشرح له ايه اللي بيميزك عن المنافسين. وهنا طبعا ما تنساش انك فعلا لازم تكون بتتكلم معاه بكل صدق. اخر مرحله وهي مرحله القرار. هنا العميل خلاص عارف انه عنده مشكله وتقريبا رسي على المنتج بتاعك كحل المشكله، ولكن هو بيبقى محتاج الزقه الاخيره ناحيه ان هو يطمن لقراره. وهنا دورك انك تعرض عليه امثله لعملاء تانية اشتغلوا معاك قبل كده وكانوا راضيين فعلا عن التعامل معاك وعن منتجك. وكمان لازم تسهل عليه اجراءات الشراء، يعني الاجراءات بتاعتك ما تبقاش معقده تصعب عليه عمليه الشراء. وطبعا المرحله دي بتحتاج منك انك تديله اخر زق، مثلا انك تقول له العرض ده لمده محدوده، ان الكميه اللي عندك كميه محدوده، وبكده انت بتستعجله ان هو فعلا ياخد القرار. طيب يبقى هنا سؤال واحد، هو انا ازاي هعرف العميل في انهي مرحله شراء؟ وده بيجي انك بتسمع العميل كويس جدا وبتسال اسئله تعرفك هو في انهي مرحله من مراحل الشراء. فخليك فاكر ان فهمك الجيد للعميل بيساوي نجاحك كبياع محترف. سلام.